لا تعرض نفسك للسحر، ولا تعرض نفسك للعيون السامة ولو كان ذلك للتمثيل، ولا تتظاهر بالقوة حتى ولو كان ذلك من باب المزاح. عيون بعض الناس تخرج منها النار الحارقة والنظرات الثاقبة. عليك بالتواضع. لكن قبل الدخول في الموضوع، ندعوكم إلى الاشتراك في قناتنا المتواضعة، وجزاكم الله خيرا. السحر حق، قال القرطبي رحمه الله. وقول عائشة رضي الله عنها: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي. هذا الحديث يدل على أن السحر موجود، وإن له أثرا في المسحور، في صحته وفي عمله وفي زواجه وفي شأنه كله. وقد دل على ذلك في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة، بحيث يحصل بذلك القطع بأن السحر حق، وأنه موجود، وأن الشرع قد أخبر بذلك، كقصة سحرة فرعون، وبقوله تعالى فيها: وجاءوا بسحر عظيم ويخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، إلى غير ذلك مما تضمنته تلك الآيات من ذكر السحر والسحرة. وكقوله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، إلى آخرها. وبالجملة فهو أمر مقطوع به بإخبار الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن وجوده ووقوعه. فمن كذب بذلك فهو مكذب لله ورسوله، منكر لما علم مشاهدة وعيانا. وأما إنكار حقيقة السحر والزعم بأنه مجرد خيالات، فهو وإن كان قولا مخالفا لظواهر النصوص ولما عليه عامة علماء المسلمين، إلا أنه ليس قولا كفريا. قال ابن عاشور في التحرير والتنوير: وقد اختلف علماء الإسلام في إثبات حقيقة السحر وإنكارها، وهو اختلاف في الأحوال فيما أراه، فكل فريق نظر إلى صنف من أصناف ما يدعي بالسحر. وحكى عياض في إكمال المعلم أن جمهور أهل السنة ذهبوا إلى إثبات حقيقته. قلت: وليس في كلامهم وصف كيفية السحر الذين أثبتوا حقيقته، فإنما أثبتوه على الجملة. وذهب عامة المعتزلة إلى أن السحر لا حقيقة له، وإنما هو تمويه وتخييل، وأنه ضرب من الخفة والشعوذة. ووافقهم على ذلك بعض أهل السنة، كما اقتضته حكاية عياض في الإكمال: اللهم أجرنا من السحرة والمشعوذين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.